صباح الخير. فيديو جديد واتجاه جديد في القناة، أتمنى إنه يعجبكم. في فيديو النهاردة هنعرض فيه سيدة بتستخدم عدة طرق عشان تخلي ريحة البيت نظيفة ومميزة. أول حاجة إنها بتفتح كل الأبواب والشبابيك اللي بتدخل ضوء الشمس للبيت. كمان بتعتمد في خلطاتها على الأعشاب الطبية أو الأعشاب الطبيعية اللي هي زرعها في البيت، زي نبات مثلا إكليل الجبل أو الروزماري. بتجيب المية وتحطها على النار وحطت فيها شرايح من الليمون، وهتضيف لها إكليل الجبل أو الروزماري زي ما قلنا اللي هي قصته من الزرع اللي هي زرعاه في البيت. تحط فيه عود من القرفة، وهتستخدم على الخليط ده كله جزء صغير من الفانيليا السايلة، ولو ما عندكيش فانيليا سايلة ممكن تستبدليها بالفانيليا البودر. وكل ما المية دي تغلي أو تسخن هتطلع البخار المية محمل بالزيوت العطرية، وهتعطر وتعقم البيت، هتخلي ريحته مميزة جدا. كمان لو عندك روايح في التلاجة غير مرغوب فيها، بتستخدم بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، تحطها في كوباية وتحطها في التلاجة، بتمتص أي ريحة مش كويسة في التلاجة، وبتخلي ريحة التلاجة عندك حلوة جدا. مش بس كده، صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم بترشها على أي جزء في البيت ليه ريحة مش كويسة، انتريهات أو فرش أو سجاد، أي حاجة فيها ريحة عايزة تتخلص منها بترش عليها صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم على حسب ما بيقولوا في البلد اللي انت فيها. بترشها وتسيبها 5 دقايق وليكن، وبعد كده بتنضفها عن طريق المكنسة الكهربائية. بتشفط بيها كل حاجة، تكنس السجاد أو بتشفط البيكربونات الصوديوم من على الأنتريه وتظبط الدنيا. بيمتص أي ريحة غير مرغوب فيها وبيسيب لك المكان نظيف جدا. هنلاقي استخدامات كتير لبيكربونات الصوديوم في تنظيف البيت وفي إزالة أي ريحة غير مرغوب فيها. ممكن كمان ترشيها جوه الأحذية، ممكن ترشيها في أي مكان انت حاسة ان ريحته مش كويسة. طبعا هتخلصك من اي ريحة مش كويسة، وفي نفس الوقت هتسيبلك المكان نظيف، وفي نفس الوقت هتخلصك لو في بقعة او حاجة بتمتص السوائل من الفرش. السائل اللي استخدمناه من شوية او اللي احنا غليناه على النار هناخد منه كمية بسيطة، وهنحط ضعف الكمية مية، وهنحطه في بخاخ ونرشه على الستاير او هنرشه في ارجاء البيت. هيسيب لك ريحة ممتازة جدا، هتبقى ريحة عطرة وحلوة قوي، وفي نفس الوقت كتعقيم للبيت. بس هنا قالت ان هو يفضل ان هي تستخدمه على الستاير البيضاء، اما الستاير الملونة هتبعد عن رش الخليط عليها بحيث ان هو ما يغيرش من لونها. بعد كده طبعا اهم جزء في الفيديو وهو جزء الديكور، ان انت بتغيري كسوة الانتريه او كسوة بتاعت الركنة بتاعتك، وتقومي جاية فرشيها كويس بمظهر شيك وانيق، هيخلي شكل البيت مرتب، وفي نفس الوقت تغيير الديكور بيكون مظهر مريح جدا للعين. الخطوة اللي بعد كده اللي بنستخدمها في التعطير، وهي ان هي بتجيب القناص تقسمه عادي، بتفتحه عشان هتاخد الجزء اللي بيتاكل جوه، بس مش هتقشر بقى المرة دي زي ما بنقشره كالعادة، لا هي هتفضي الجزء اللي بيتاكل من جوه، وليكن هتستخدمه في العصير او في الحشو، فهتعتمد على اخراج الجزء اللي بيتاكل من جوه بواسطة السكين، وهتفرغه تماما من اي حاجة جوه، وفي نفس الوقت هتعمل فيه فتحات من بره زي ما هنشوف في الفيديو، هتخليه بشكل ديكوري جميل جدا. الفتحات اللي هتعملها هتكون على شكل دايرة او شكل مثلث، اي شكل انت حباه، بحيث ان هو يديكي شكل جمالي. وفي نفس الوقت هحط شمعة جواها، الشمعة دي هتبقى معتمدة في الشكل اضاءة، وفي نفس الوقت غير الاضاءة هيطلع لي الزيوت المتطايرة من النبتة، فهيبقى شكلها جميل جدا كديكور، وفي نفس الوقت هتطلع لي زيت عطري روعة هيعطر المكان. وبعد كده تحطيه في المكان لمدة من 5 ل10 دقايق، هتلاقي ريحة بتفرق جدا. طبعا ممكن تستبدلي الاناناسة ان انت تجيبي ليمونة عادية، بس الليمون مش هتعصريه، وممكن تثبتي ما بين النصين، بدل ما هتحطيه كده هتحطي شمعة وتثبتيه بخلة سنان، ممكن اوريها لك في فيديو منفصل لوحده.
شكله بقى تحفة جدا، شكل مميز وأنيق، وفي نفس الوقت بيخلي البيت ريحته تحفة جدا. طبعا نبهت في الفيديو ده ان اهم حاجة من احد اسباب الريحة الكويسة جدا واللي بتديكي طاقة كويسة جدا في البيت وهي المخبوزات. بتدي دفء وبتدي ريحة ونظافة جميلة جدا في البيت، بتديكي احساس رائع جدا، وبتبقى وسيلة من وسائل الفرحة للاطفال. فتخيلي ان انتي بتشاركي الاطفال في عمايل المخبوزات او في خبز المخبوزات، وفي نفس الوقت بتميز، بيبقى ليها ريحة مميزة في البيت. معرفش، بحس انه دفء كده في البيت بيتحط فيها، غير فرحة الاطفال بالمأكولات اللي بتتعمل. اتمنى لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات ان انتوا تشجعوني بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وكومنتات حلوة كتير، بحيث ان احنا نستمر على النوع ده من الفيديوهات. لو عجبكم النوع ده همر على كل دولة هجيب لكم منها المميز فيها، ولو لقيت افكار جديدة هجيبها وهترجمها لكم وننزلها، وان شاء الله نستفيد منها كلنا. من الأسباب الأساسية في تغيير ريحة البيت كمظهر أو كطاقة أو كريحة وهي الزهور الطبيعية. طبعا زي ما شفنا في بداية الفيديو ان هي بتحط لزق على الفازة بتاعت الورد عشان يدي ثبات للوردة او شكل وتنسيق الورد وتوزيعه بطريقة تبقى شيك وأنيقة. هيبقى شكل جمالي مبهج جدا، وفي نفس الوقت بتبقى ريحة عطرة جدا في المكان. كمان هنستخدم حبوب القهوة. لو عندك قهوة مش مطحونة ممكن توزعيها على كاسات معينة، ونحط فوقيها الشمع اللي هو بيبقى شمع صغير، يعني هيديكي شكل جمالي جدا، وفي نفس الوقت لما هيسخن الشمع ده هيديكي ريحة القهوة هتنتشر في المكان وتديكي ريحة جذابة جدا. يبقى في نفس الوقت شكل ديكوري وفي نفس الوقت ريحة مميزة وجميلة جدا هتتخصصي وتتميزي بيها في بيتك. وطبعا اكتر حاجة بتسبب ريحة غير مرغوبة في البيت هي اكلات الاسماك. الاسماك لما بنعملها بتسيب ريحة مش لطيفة بالمرة في البيت، فخاصة لو انت عندك عزومة او جايلك ضيوف بتبقى ريحة البيت تحسيها ان هي ريحة مش كويسة، او ان انت عايزة تخلصي من الريحة دي. طبعا فايدة السمك كبيرة جدا، ولكن مع الريحة بتاعتها فمش هتبقي مبسوطة ومش هتبقى ريحة المنزل اخر حاجة. طيب نعمل ايه؟ هتجيبي مقدار معين من المية وتسيبيها لحد ما تغلي، وهتنزلي عليها بمقدار من القهوة ايا كان هو ايه، وتسيبيه يغلي دقيقة مع بعض. بعد كده هتوطي عليهم النار، واثناء ما هو بيغلي او اثناء ما هو على النار هتبدأ تتصاعد ريحة القهوة في كل ارجاء البيت، فهتخلصك من ريحة الاسماك الغير مرغوب فيها. يبقى كده في فيديو النهاردة عقمنا وطهرنا البيت وتخلصنا من اي ريحة سواء في التلاجة او في اركان البيت، وفي نفس الوقت عطيناه شكل جمالي عن طريق الورد. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. انتظروني في فيديو جديد وفكرة جديدة، وياريت لو عجبكم الفيديو النهاردة تكتبولي في الكومنتات. مع السلامة.